كنت عائدا إلى المنزل من حفلة، وكنت ثملا قليلا، وهناك شاب يقطن بجانبي وكان ثملا أيضا، وطلب مني ضوءا، فتجادلنا وتقاتلنا، ضربني وضربته، واكتشفت أنه مات، ففكرت بما علي فعله. سحبته إلى الحمام وقمت بخلع ملابسه وبدأت بتقطيعه. قطعت رأسه، ذراعيه وأرجله، وفجأة خطر شيء على بالي وفكرت بتجربة مذاقه. قطعت قطعة من فخذه وسلقتها، فجربتها ولم ترق لي، فقمت بفرمها وقليها في المقلاة. أعطيت بعض اللحم لأحد أصدقائي، أخذه إلى المنزل وأعطاه لزوجته وقامت بتحضير الزلابية منه. تناولت بعضا منه وأطعمت أطفالها. تناول أصدقاء نيكولايف جسم الشاهد من دون معرفة. حسنا، قلت لهم إنه كان لحم كنغر، لا يباع لحم الكنغر هنا فلا يعرفون طعمه. لدى أوشام سجن روسيا مكانة تاريخية في ثقافة السجن. لأكثر من 50 عاما قام السجناء بنقش تاريخهم واعتقاداتهم الإجرامية على أجسادهم. حسنا، القرصان مع السكين هو رمز للحياة المستمرة في السجن. يوجد على كتفي السيدة التي أحبها حبا جما. هذه لفترة الأولى، كانت فترة الأولى لمدة 3 أعوام. هذه أبراج الجرس، كل واحد يمثل عاما في السجن. في داخل سجن الدولفين الأسود يمنع الوشم بشدة. سيعيش القاتل الروسي الشبيه بهانيبال بقية حياته في سجن الدولفين الأسود على حمية مكونة من حساء وخبز، ورفيقه الوحيد هو زميله القاتل.